بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة يسوع مفرح القلوب. إلهنا ملجأنا وقوتنا ومعيننا في شدائدنا التي أصابتنا جدا. مزمور 46 عدد 1. رسالتك النهاردة بشفاعة القديس العظيم ماري جرجس بيطمنك وبيقولك: يا ابني اطمن، انت خايف وقلقان من ايه؟ اتكل على رب المجد يسوع المسيح بكل قلبك وهو هيفرحك، هيبعتلك الفرحة اللي تنسيك همك وحزنك، الفرحة اللي تعوضك. ده انت ابنه. قول يا رب وما تخليش الشيطان يهزمك. خليك واثق ان وانت مع يسوع هتكون فرحان جدا ومتهني بخيره وبمحبته. يسوع سيحتضنك، سيعبر بك هذا الوقت مثلما حملك في أوقات لم تكن تتخيل إنها ستعبر. ربنا بيحبك، عمره ما هيكسر بخاطرك ولا هيخلي أحلامك تضيع منك. ثق فيه كل الثقة، مفيش غيره، هو اللي يقدر على كل شيء لأنه إله صالح. هو اللي يقدر يدي أولاده بالمجان الرحمة والخلاص والعطف والحنان. هو اللي يقدر يملى القلب سلام وسط الأزمات ويبدل الحزن بأفراح. أعمال إلهنا يسوع المسيح كلها صالحة وحسنة جدا، وتدبيره لحياتك بيمشي بدقة وعناية متناهية. بيرتب لك فرحة تليق بقلبك، وقريب قوي جايالك لحظة الاستجابة، واللحظة اللي هترفع فيها عينك للسما وتشكره إنه ما خذلكش. ولحد ما تيجي اللحظة دي خليك بتصلي، اوعى تبطل صلاة. صليله، هيديك قوة وهتعدي كل الحاجات اللي تعباك، كل المشاكل اللي مضايقاك وكل الأمراض. يسوع عمره ما بينساك. اطمن، هيحقق لك حلمك وهتتلاشى كل المخاوف اللي جواك، وهتكتشف إن ربنا دايما بيختار ليك أفضل مما كنت تختاره أنت لنفسك. تدبيره دايما لصالحك. ثق بشدة في محبته ليك، وإن ليه حكمة في كل الأحداث اللي بتحصل لك. وثق أيضا إن هناك خير وفرح مكتوب ليك يليق بيك. هناك أيام رائعة ستأتي وسيفاجئك بشيء جميل لم يكن بالحسبان. هيصنع معك معجزة تفرح قلبك، تعويض عن حزن وصبر كل المدة دي. غمض عينك، هتسمع صوت يسوع المسيح وهو بيقولك: لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. اطمئن جدا يا ابني، ربنا دايما معاك، هيفرجها عليك وهيملأ كل احتياجاتك بحسب غناه في المجد. وهتعرف قد ايه انت غالي عنده، وقد ايه بيهتم بكل شؤونك وبيدبر لك ما هو فيه الخير ليك. هيعوضك، هيعوضك عن كل شخص سابك وقلبك بسببه اتوجع. هيسيب يسوع سلامه في قلبك ويطرد الهلع ويشددك. هيبدل الغم بأفراح ويجددك. ده مفيش حد بيتعشم فيه أبدا وبيتخذل. إلهنا غني وكريم، هيبعتلك أحسن بكتير من اللي كنت هتجيبه ويعوضك. تعويضاته مش بس بتفرح، دي هتخليك تنسى كل الألم والحزن اللي انت مريت بيه. ويفشل إبليس في كل ما خططه لك، وينجح إلهك يسوع المسيح في تحويل كل شيء لخيرك وتمجده. يده دائما معك تحفظك من الشر، يوسع تخومك ويحقق طلباتك. ثق فيه واتعلم تستناه.
لأنه هيجي اليوم قريب قوي اللي هتقول بيه من قلبك: انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي. وكل اللحظات اللي ضاعت في التعب والحزن هتتعوض عنها بسنين حلوة تفرح قلبك. اتمسك بوعود ربك وتطمن، اوعى تخاف، الأيام الصعبة هتخلص، والضيقة اللي في حياتك هيكون آخرها فرحة، وأزمتك هتعدي وهتتحول. الحزن اللي جواك ما تخليش الشيطان يسرق فرحتك وسعادتك وسلامك منك. ما تخليش الخوف يملأ قلبك، ده انت معاك رب الكون بنفسه، حافظك وحارسك، بيدافع عنك باستمرار. زي الآية ما بتقول: الرب يحامي عني، مزمور 138. الرب بجانبك، بيرعاك، بيهتم بكل أمورك. يبقى ازاي تخاف من بكرة وانت معاك إله عظيم، يسوع المسيح، اللي بيخاف عليك وبيحبك جدا وبينجيك من كل مكائد الشرير. هيرشدك لكل ما هو صالح. ده انت في ايد القدير اللي ضامن ليك سلامك وفرحتك، فاطمئن جدا. آمين. بركة وشفاعة القديس العظيم سريع الندهة الشهيد ماري جرجس تكون معانا كلنا. ربنا يبارككم ويفرح قلوبكم. قناة يسوع مفرح القلوب.